قوة كبيرة جدا موجودة في حياتنا بس مغلبانا، مطلعة عنينا. مين اللي وراها؟ الشيطان. عايزين نتكلم عن الشيطان النهارده. شفتوا بقى قسيس بيوعظ عن الشيطان. نعم، هنسميه النهارده الكذاب وابو الكذاب، هنسميه عدو الخير، ان كل دي افعاله. السؤال بس اللي هبدا بيه الحوار معاكم، يعني هل الشيطان قوي ام ضعيف؟ بصوا، يا ابيض يا اسود، قوي ولا ضعيف؟ طيب طب الموافق على انه قوي يتفضل برفع يده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. لا، هو في طبعه قوي، هو كشيطان في طبعه. مين بيقول انه ضعيف؟ 1 2 3 4. بقول لك استقري على حاجه بقى، ماليش دعوه. قدامي يسوع، قدامي انا بتكلم على شخصه. هو في طبيعته كطبيعه قوي ولا ضعيف؟ كطغمته قوي. على فكره الاجابه هي من كتاب مقدس مش مني انا. بالظبط. هنشوف المسيح نفسه شهد عنه، قال له ايه؟ المسيح نفسه شهد عنه ان هو قوي، لما قال لو كان هذا القوي متملك على أمتعة وأنا عايز أجي أخد الأمتعة بتاعته، أعمل إيه؟ قال لك لازم أجيب اللي أقوى منه. مين اللي أقوى منه؟ المسيح. يربط هذا القوي ثم ينهب أمتعته. إذن المسيح وصف إن الشيطان هو قوي، ودي حقيقة. ببساطة شديدة، لو الشيطان جه قدام حضرتك أو قدام حضرتك في مواجهة، مين ينتصر؟ أكيد هو طبعا، يعني أكيد هو. ده لو عمل لي كده هيوقعني. عنده صفات قوية، صفاته كملاك وسقط. زي ما انتوا قلتوا، هو كان طغمة من طغمات الملائكة وسقط، بس فضلت طبيعته وقوته وإمكانياته زي ما هي. فهو قوي، عنده بقى الخصائص بقى بتاعت الملائكة، يعني ينتقل من مكان لآخر بسرعة، يعرف فترة من المستقبل والآخره. فإذا هو كائن قوي جدا وأقوى مني أو أقوى من البشر. طب هل دي عدل من الله؟ يعني أنت يا رب حطيت هذا القوي قصادنا في حياتنا وسبته، هل ده عدل؟ يعني أكيد طبعا لما هيحاربني هيقعد هو ينتصر على طول على طول على طول على طول، لأنه أقوى مني. هل ده عدل يا رب؟ يقول لك لا، مش هو أقوى منك، لكن أنا اديتك أنت سلطان وطرق تعرف تكسب بيها الحرب مع هذا الكائن القوي، عشان يبقى العدل بتاعي متساوي في هذه الحرب. فبقت الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي، عايشين احنا موجودين بإمكانياتنا المحدودة، لكن في معانا عدو وقوي. أنا بقول ليه المقدمة دي؟ عشان لازم نفهم إن حياتنا دي مش هتعيش وردي. لازم نفهم النقطة دي، حياتنا مش هتعيش وردي. سيبكم من الأفلام أنور وجدي وأفلام اللي بتاعت زمان، الحياة الوردية اللي ما فيش كلها حب. لا طبعا، حياتنا هتعيش فيها فلفل، فيها فلفل، فيها حاجات بتنغص علينا حياتنا. مين بيعمل الكلام ده؟ رئيس هذا العالم اللي هو الشيطان. ربنا يقول لك أنا كنت أعيشك في حاجة حلوة جدا، بس في واحد بينغص عليك عيشتك، في واحد بيضايقك. تقول طب يا رب، السؤال التاني اللي تسأله لربنا، طب إيه لازمتها اللفة دي؟ يعني
انت مش بتحب الانسان، يقول لك طب بحبك جدا. طب خلاص ما تخلينا نعيش بقى ايه مستمتعين بيك يا رب والدنيا بيس يعني. ليه لازم تجيب واحد او كائن وتطلقه علينا وينغص علينا عيشتنا؟ ايه الاجابه؟ ايه لازمه الشيطان في حياتنا؟ ايه لازمته انه نحطه في الارض يعني ويقعد يضايقنا كده يعني؟ ايه لازمته؟ ليه يعني؟ ليه التعب ده يعني؟ السماء غالية. طب ما انا ماشي، ما السماء غالية ممكن بدون شيطان يعني. لو فيش شيطان ممكن ان انا يعني اعيش حياتي على الارض كده واجاهد بدون شيطان يعني. ايه لازمة الشيطان في حياتنا يعني؟ طب ما انا ماشي بدون شيطان هلجأ لربنا وهاجي الكنيسة واصلي واعمل كل حاجة حلوة. الايه؟ لا صدقيني انا اوعدك ابقى مرتاح بدون الشيطان وهاجي الكنيسة واصلي واعمل كل حاجة حلوة. اوعدك اعمل كده. حقيقة ملوش اي لازمة يعني. موجود ليه؟ اسمع حد برافو عليك، شاطر. ربنا يقول لك انت بتحبني؟ طبعا يا رب بحبك، طبعا بحبك يعني. يقول لك بس بالراحه شويه، بالراحه شويه. لا 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 لا، ما تقولش الكلام ده. انا بحبك يا رب مهما. مين عمل كده؟ بطرس عمل كده. قال له احنا بنحبك ولو رحت فين هنبقى وراك، ولو طلبوا يقطعوا هنموت وراك. بطرس اهدى حبيبي، اهدى شويه. هو كان كده. بطرس اهدى، قبل ان يصيح الديك تنكرني 3 مرات. فهنا ربنا راح حط حاجه اسمها معوق او حاجه اسمها الشيطان. بيعمل ايه بقى الشيطان ده قصاد الله؟ يعمل ان ربنا يبتدي يختبر فينا هذا السؤال: انت بتحبني؟ تقول له بحبك يا رب. يقول لك هديك اختبار. ايه الاختبار ده؟ يسيب الشيطان يعرض عليك حاجة كده، خطية معينة انت بتحبها. هنا بقى يبان إجابة السؤال الحقيقية. لو أنا بحب الله حب حقيقي هرفض الشيطان وأقول له لأ، مهما أغرتني أنا بحب الله. ممكن نحصل إيه بقى؟ نسقط في الامتحان، نقول له لا، أنا نقع في الخطية. ربنا يقول لك شفت بقى إجابتك للسؤال ما كانتش حقيقية. وهنا جاه دور الشيطان في الأرض إنه يثبت لله مدى صدق إجابتنا على حبه. فبقول إن الحتة دي بقى عشان نقدر ننتصر فيها وعشان نقدر نثبت لربنا فعلا إن إحنا بنحبه، عايزين نشوف بقى مع بعض النهاردة إزاي أقدر أنتصر على هذا الكائن القوي اللي عنده الإمكانيات الكبيرة دي. وده محور حديثنا النهاردة. أول حاجة تخلينا ننتصر على الشيطان إن مش هقدر أنتصر عليه لوحدي. دي أول نقطة لازم ناخده بالها. بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. يعني اوعى في يوم من الأيام تفتكر إنك ممكن تنتصر على الشيطان بدراعك أو بصدرك. عشان الحاجات دي أنا بقولها ليه؟ كتير بتجيلنا في الاعترافات. أديكم خبرات الاعتراف. كتير بيجيلنا في الاعترافات بقى يقول لك إيه؟ أبونا أنا إن شاء الله بيعترف، واحد بيعترف بخطية يعني، ويقول لي إن شاء الله أبونا الخطية دي انتهت خلاص، بعون الله مش هتسمعها تاني، انتهت. أنا بسمعها واسيبه، عارفه هيجي لي بعد 2-3 يقول لي أنا وقعت في نفس الخطية تاني. وفعلا ده اللي بيحصل. يجي المرة التانية في الاعتراف يحكي لي نفس القصة، بس إيه يعني يعمل نفسه كده إن هو إيه نسي اللي قاله لي وأنا نسيت، بس أنا أكون فاكر، فيعترف بيها تاني كأنه عادي. أقول له أنت فاكر قلت لي إيه المرة اللي فاتت؟ لا ما مش فاكر، يعني عايز توهني. اقول له قلت لي انا بعون ربنا انا مش عارفه ايه دخلت على الخطيه. مالك بايه؟ بصدرك. عشان كده لو حطينا مشهد تمثيلي كده اقوله لكم،
الشيطان داخل عليك كده وانا داخل عليه كده قصاد بعض، انا في وشه. لو انا حاطط المسيح في ظهري والشيطان في وشي، انا مين ينتصر؟ الشيطان طبعا. لكن لو جبت المسيح اللي في ظهري ده حطيته قدامي في مواجهة الشيطان وانا محمي في المسيح، مين ينتصر؟ المسيح طبعا. عشان كده أهم نقطة ناخد بالنا منها وأنا بحارب هذا الكائن العظيم، إن أنا مش هنتصر عليك بمقدوري. عشان كده أبونا يقول كده في القداس، هي بتتقال سرا في آخر القداس قبل الاعتراف، كلما ازداد، نقول الجملة دي، كلما ازدادت الخطية، يعني كلما الحرب زادت عليك من الشيطان كلما ازدادت النعمة. ده بس مع الإنسان اللي بيعمل إيه؟ اللي بيجاهد، اللي بيقاوم الشيطان، اللي بيقول له لأ. كل ما الخطية تزيد عليه والشيطان يزود تشد عليه، كلما زادت نعمة ربنا. النعمة دي تعمل إيه؟ هي اللي هتسنده، هي اللي هتخليه ينتصر. بدون النعمة دي انسى. عشان كده لازم نفهم إن أول حاجة تخليني أعرف انتصر على الشيطان هي إن أنا أتحصن بالمسيح. طبعا عندنا مثال حلو جدا 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 في العهد القديم، داود ومين؟ وجولياط. داود الصغير ده اللي يعني أشقر مع حلاوة في العينين جميل، راح يحارب واحد طوله 3 متر و60. عارفين 3 متر و60 يعني كام؟ مثلا قلنا متر 2 3، يعني قد من هنا للسقف كده، قد العمود. بيحاربوا واحد قد كده، يعني مين يكسب يعني في الحرب دي؟ يعني حتى هو جولياط ابتدى يستهزئ بيه، يعني ايه يا عم انت جايبينهولي ده، جايبيني عيل؟ هجمة حاجة صعبة جدا يعني. بس داود راح قال له ايه؟ قال له انا اعرف اخلص عليك، ده انا داود ده انا قطعت دب واسد وبتاع. ما عملش كده، لا. قال له أنت تأتيني بسيف ورمح، أما أنا أتيك بقوتي. أنا بقول غلط، خلي بالكم. أما أنا أتيك بإيه؟ بقوة رب الجنود. أنا اللي جاي بيها دي، أنا جاي بقوة دي، بقوة رب الجنود. مش جاي لك بقوتي، مش جاي لك بقوتي. حتة النبلة دي هتعمل إيه مع واحد 3 متر؟ يعني هتعمل إيه يعني؟ بس هي قوة الله اللي هو جاي بيها داود. تخلي يا أخي الزلطة الصغيرة الملساء دي تطلع من النبلة دي يعني بنشان محترم، تيجي للراجل هنا في الحتة دي، واللي منكم عارف طب يعني الحتة دي تسبب دوخة، يعني ضربته وهو لابس خوذة ومقفول على وشه خالص، ما فيش غير حتة العين دي اللي مفتوحة، والزلطة تجيله كده هنا. يعني يا أخي ده أنت لو بتنشن إيه مش هتعرف تجيبها بالطريقة دي. هي دي نعمة الله، قوة الله توقع هذا العملاق، وبعد كده داود يخلص عليه. فبقول دي أول طريقة تخلينا ننتصر على عدو الخير. إذا كنا احنا في أول الخدمة النهاردة اتفقنا إن هو قوي، بس ما نخافش. القوي ده ليه سككه. أول سكة من فضلك استعين بمسيحك اللي ربما كتير بنخليه ورا ظهرنا. تاني حاجة تخلينا ننتصر على عدو الخير أو الشيطان، فضيلة جميلة جدا جدا جدا، فضيلة الاتضاع. أهي دي بقى تقطع الشيطان تقطيع. مرة قالوا الأنبا أنطونيوس إيه؟ قالوا له عارف أنت أنطونيوس، أنت بتسهر، إحنا ما بننامش خالص. أنت بتصوم، إحنا ما بناكلش خالص. بس يا أخي أنت بتتضع وإحنا ما بنعرفش نعملها. الحتة دي تجنن الشيطان. طول ما أنا ما عنديش الفضيلة دي، اعرف إنك أنت صيد سهل جدا 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 للشيطان. وعلى فكرة الاتضاع مش التمثيلي، يعني عارفين بقى ساعات يعني أخطيت حللني، أخطيت يا أبونا، مش عارف، ما فيش الكلام ده، لا. لكن الاتضاع الحقيقي
اللي هو عارف أنا عارف يعني عارف وضعي وعارف حجمي الاتضاع ده بقى يخلي الشيطان يترعب. ليه؟ عشان هي دي سبب سقوطه. الشيطان على فكرة حتى هذا اليوم لو اتعلم الاتضاع يبقى تاب، يبقى حلو، بس هو عنده الجزئية دي فيها مشكلة ومش عارف يعملها. أصير كرسية مثل كرسي الله، هو ده عنده مشكلة، الكبرياء. لو اتعلم الاتضاع يبقى تاب خلاص. عشان كده كل إنسان يمارس هذه الفضيلة الشيطان ما يعرفش يقرب منه، ما يعرفش، يترعب منه، لأنه هو عنده مشكلة في الحتة دي. كان مرة في حد من رهبان دير أنبا بشوي، كان أبونا مشهور هناك قوي، كان بيخدم خدمة الناس اللي هم عليهم أرواح نجسة يعني. فمرة عمل حركة يعني في منتهى الخطورة، جاب أتوبيس 50 راكب وراح لامم فيه 50 واحد عليهم أرواح نجسة، وراح طلع بيهم على دير أنبا بولا بحر الأحمر. وكل واحد من اللي راكبين الأتوبيس يعني عليه 12 شيطان 20 شيطان يعني كده في الحدود دي يعني. ده ايه اللي هم الهادين اللي قاعدين قدام بقى، لكن اللي قاعدين ورا عليهم لاجئون 200 300 شيطان كده يعني. هم قاعدين بقى في الاتوبيس وطلع بيهم قاعدين ساكتين في الاتوبيس يعني، وابونا قاعد قدام وقال لهم اخدكم رحله تروحوا الدير. وصلوا دير أنبا بولا، الحكايه دي حكاها لي واحد من رهبان دير أنبا بولا يعني. أول ما وصلوا الدير أنبا بولا وأبونا راح فاتح باب الأتوبيس، وإذ يفاجأ بال50 واحد اللي عليهم شياطين دول راحوا هايجين جدا جدا، هاجوا خالص وراحوا نازلين بقى من الأتوبيس ونزلوا دخلوا في الدير وضرب بالحجارة على بعض وهيجان وصويت قلبوا الدير كله. 50 واحد عليهم ايه؟ شياطين انطلقوا في الدير. أبونا بقى اللي ماسك البوابة شاف المنظر ده، طبعا أبونا التاني إيه؟ واقف على باب الأتوبيس مش عارف يعمل حاجة الحقيقة. دول نزلوا من الأتوبيس وانطلقوا في الدير كله، وإزعاج بقى وصويت وحاجة صعبة خالص، ويخبطوا على بيبان الرهبان وهيصة يعني. أبونا بقى بتاع على البوابة جاله بقى وإيه؟ يعني الدخان طالع من ودانه يعني. ايه يا ابونا اللي انت بتعمله ده؟ حد يعمل كده برضو؟ حد يجيب الناس دي في رحله؟ ينفع اللي انت عملته ده؟ نعمل لهم شاف الدير باظ ازاي؟ وقعد بقى يزعق 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 فيه بقى، اداله فيه النصيب 10 على 10 يعني. فما كان من هذا الاب الكاهن، كان من دير أنبا بشوي الراهب ده يعني، ما اتكلمش خالص، الا ان هو راح نزل قدامه وراح عمل له مطانيه وقال له اخطيت حللني يا ابي. وفي هذه اللحظة 50 واحد طلع منهم كل الشياطين، طلعت منهم ورجعوا كلهم من الدير، اتجمعوا وقفوا على باب الأتوبيس كلهم هادين، ما فيش واحد فيهم عليه شيطان واحد، ولا صلى ولا رشم صليب عليهم ولا عمل لهم أي حاجة. مجرد إيه؟ مجرد اتضاع خلى الشياطين تخرج من 50 واحد بدون ما يعمل أي حاجة، بدون ما يعمل أي حاجة. هذه الفضيلة فضيلة قوية جدا. يا بخت الإنسان اللي متعلم فضيلة الاتضاع. وبقولها تاني، فضيلة عن حق، مش تمثيل. مش تمثيل يعني هيتسلى عليك أكتر، لكن اللي عنده هذه الفضيلة بحق إنسان متضع، الشيطان ما يقدرش عليه أبدا أبدا. يجي يقرب منه يبقى مرعوب منه، مش قادر يقرب له. طبعا، بس ما برضه لما تبقاش يعني بتمثيل. حقيقي طبعا نوع من انواع الاتضاع. طبعا انا بقول ليه تمثيل، لان الحقيقه كترت في ايامنا دي، كترت قوي 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 التمثيل بانه متضع، لكن ربنا بس فحص القلوب والكلى بيكشف. واحد يقول لك انا متضع، فيبعت له واحد بقى ايه يغلط فيه.
يشوف رد فعله بقى ايه يعني. فكلنا بنسقط. هذه الفضيلة جميلة لو نقتنيها. اصل كتير ساعات نقول يا ابونا الشيطان ده صعب قوي، ده انا مش بعرف اتصل، يا ده على. طب صدقني لو اقتنيت هذه الفضيلة بس هتعرف تذل هذا الشيطان وهذا العدو الصعب. يبقى قلنا اول حاجة تخليك تنتصر على الشيطان بالمسيح، اتحصن بالمسيح. تاني حاجة هي فضيلة الاتضاع. ثالث حاجة تخلينا ننتصر على الشيطان المثل اللي بيقول ايه، خير الدفاع الهجوم. ما تخافش منه. ايه الكلام الغريب انا بقوله ده؟ لا، ما تخافش من الشيطان، ما تخافش منه. تقول لي اصل هو مرعب، اقول لك ما تخافش منه. تخيل كده لو انت نايم بالليل وطافي النور كده ونايم، ولقيت ضرفة الدولاب بقى راح بتتفتح لوحدها كده زيك، ده يحصل ايه؟ ها؟ او تلاقي النور فوق كده عمال يعمل كده لوحده. ها؟ هو بيلعبنا. مرة قديس أبو مقار، انت عارفين الرهبان بعد الغروب يحبوا يطلعوا في الجبل كده، حاجة اسمها التمشية في الجبل كده، يطلعوا لهم ياخدوا لهم 5-6 ساعات كده يتمشوا في الجبل لغاية صلاة نص الليل ويرجعوا على الدير. فأبو مقار طالع ماشي في الجبل بيتمشى، تاه، فتعب من كتر المشي وتاه في الجبل مش عارف يروح فين. فراح داخل عايز ينام شوية، تعب من المشي، قعد يدور على أي حتة يخش ينام فيها، فلقى مغارة، فراح داخل فيها. طبعا الدنيا ايه، كحل. فراح فرد طوله كده وراح جاب حاجة كده راح نايم عليها، حطها تحت راسه ينام. وهو لسه هيبتدي ينام ويلاقي فيه أصوات ايه طالعة من البتاع اللي تحت راسه دي. فيحط ايده كده يلاقي مكان عينين، ينزل ايده تحت يلاقي مكان بق، اتاريها ايه، جمجمة، وراح حطها تحت راسه ينام. عايز ينام الراجل، يعمل ايه؟ والشيطان ابتدى يلعبه بقى، يحرك بق الجمجمة من تحته، يقعد يكلمه. كل ما يعمل الشيطان حاجة زي كده هو مش عايز ينام، يتقلب الناحية التانية على الجمجمة، يبتدي الجمجمة ايه تتحرك راسها كده. في الاخر زهق ابو مقار، راح قام له كده وعلى الجمجمة، ما تنام بقى، نام نام نام، وراح مخبط له على الجمجمة، اتخرس. قوة، بخافش منه. بولس الرسول يقول ايه؟ حد عارف الآية الشهيرة؟ برافو، قاوموا إبليس فإيه؟ يهرب منكم. لما بيشوفني عايز أقول لك على حاجة، حضراتكم لما بتبقوا ماشيين في الشارع وتلاقوا أي كلب ضل كده من كلاب الشوارع يعني، لو حس إنك أنت خفت منه هيعمل إيه؟ هيتجرأ عليك. لكن لو رحت له بقوة كده هتلاقيه جري على طول. ما هو الشيطان كده، لما ما يلاقيناش أقوياء يتجرأ علينا. اعرف انك انت معاك سلطان. ها انا ذا اعطيتكم السلطان لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. احنا مشكلتنا بقى يعني ابسط حاجة، يعني يا اخي ده انت معاك ده فتاك، ده لو ما الشيطان كده يشوفه ده بيتحرق فتاك. ده احنا بقى دقين على ايدينا صلبان ولابسين على صدورنا صلبان، والواحد مش حاسس بالقوة اللي انا عندي دي، مش حاسس بيها. يجي الشيطان يتجرأ عليا، حقه يتجرأ عليا ليه؟ شافني ضعيف خايف منه. ما تخافش منه. احنا لوحدينا ضعاف، لكن زي ما قلت لكم في اول نقطة، بالمسيح اللي معانا استطيع كل شيء، حتى ان انا اتغلب على الشيطان. اعرف ان معاك قوة رهيبة، قوة مرعبة لجيش الشياطين، قوة المسيح اللي احنا ساعات ما بنستهون بيها.
بنستهون بالروح القدس اللي شغال جواك. يبقى قلنا أول حاجة، نعيد تاني، خلينا نتغلب على الشيطان، تحصن بالمسيح. تاني حاجة، يا سلام لو في فضيلة اتضاع. ثالث حاجة، ما تخافش من الشيطان. رابع حاجة وآخر حاجة، الممارسات الروحية تخلينا ننتصر على الشيطان. في يوم من الأيام المسيح قال لنا جملة شهيرة جدا على هذا الجنس. قال لك هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. دي فيما تسمى الممارسات الروحية بقى اللي انت بتعيشها، الصلاة والصوم. هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. هو ده اللي يقدر يخرج. ممارسات روحية، إنسان دايما مصلي، إنسان دايما بيصوم، إنسان دايما بيتناول، إنسان دايما بيقدم توبة. كل دي ممارسات روحية. ده تخليه يبقى إيه؟ تخليه يعني يعرف يقول للشيطان لأ. أنا مرة اديت عظة على كلمة لأ. احنا نقعد نعلم ولادنا طول عمر، حبيبي ممكن تقول حاضر ما تقولش لأ. دي بقى العكس، بنتعلم ازاي نقول لأ بس للشيطان. مين اللي ان شاء الله اديك العمر، ما للأسف انا معاكم المرة الجاية، حظكم وحش. فبقول الممارسات الروحية تدي قوة. ساعات بيسألوني سؤال، هي امتى الشيطان يقدر يسكن في إنسان؟ أقول لهم الشيطان ممكن يسكن في أي إنسان إلا إنسان واحد فقط، إنسان بيقدم توبة وبيتناول. مستحيل الشيطان يسكنه، مستحيل. ممكن يلعب بفكره مرة، يغلط، يلعب بعينه مرة، يقع، لكن إن يسكن هذا الجسد مستحيل. إنسان يكون بيقدم توبة باستمرار وبيتناول، الشيطان يسكنه. ليه؟ هذا الإنسان يمارس الممارسات الروحية. كل ما يجي حربه يلاقيه واقف يصلي، كل ما يجي حربه يلاقيه في الكنيسة بيتناول، كل ما يجي الحرب يلاقيه صايم من أجل ضعف. زي كتير يوستينا وغيرها كتير. الممارسات الروحية دي مهمة. الناس اللي ممكن تقعد بالشهور ما تخشش الكنيسة وتتناول، ايه ده؟ انت عايز من الشيطان يعمل معاك ايه؟ يعمل معاك ايه؟ ده من خبطة واحدة هيخلص عليك. الممارسات الروحية دي تعمل حاجة جميلة قوي، تعمل علينا زي سور كده من نار، حماية. يبقى الشيطان مش عارف يخش من فين، مش عارف، مش لاقي لك دخلة، مش لاقي لك ملكة. كل ما يجي يقرب زي ما بقول لك بيلاقي لك بتمارس حاجة روحية معينة، فمش عارف يقرب منك، فتلاقي نفسك محمي متحصن. الحاجات دي كلها هي اللي بتدينا الانتصار على عدو الخير. إذا كان هو قوي، لكن الله من عدله أعطانا وسائل للانتصار على هذا القوي، عشان ما نجيش في يوم من الأيام نقف قدام ربنا نقول له أنت مش عادل، أنت حطيت قدامنا عدو قوي أكبر مننا. يقول لك لأ، أنا اديتك وسائل تعرف تنتصر بيها على الشيطان، الكائن العظيم ده اللي واخد قوة ده، أنا اديتك السلطان إنك تنتصر عليه. من يوم النهاردة لحد يوم الجمعة كان إنجيل عين الرب 70 آخرين. يقول كده في آخر الإنجيل، يقول لك ففرحت رجع 70 بفرح عظيم. ليه؟ قالوا له لهم بقى مبسوطين وبزقططوا. قال لهم ما الفرحانين بإيه؟ قالوا له يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. انبسطوا ان الشياطين بتخضع لنا. فربنا قال لهم يعني انا اديت لكم السلطان ده، انك انت باسمي تقدر تخلي الشيطان القوي ده يخضع. شوية الاسلحة اللي انا اديتها لكم، اسم المسيح، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. الاتضاع زي ما قلت لكم يخلي الشيطان يهرب بدون ما تقرب له. عدم الخوف منه. انت معاك يعني زي بالظبط جيش كده معاه سلاح نووي وراح يحارب جيش بيتعامل بالحجارة.
وداخل خايف منه. يا عم خايف منه؟ انت معاك سلاح نووي، انت معاك سلاح فتاك، تخاف منه ليه؟ ما تخافش منه، انت الاقوى بالمسيح. القصه بتاعت ابو مقار اللي حكيتها لكم دي، ما خافش منه، عمال يلعبه، خلي العين تبرق وتطلع نور ويطلع اصوات وبتاع، وعمال يلعبه، وهو ببساطه شديده عايز ينام. قال له بس عايز انام. بيكلم الشيطان، بيضربه، ما خافش منه. اخر حاجه الممارسات الروحيه دي اللي في حياتنا بقى تخليك دايما وقعت ممكن اقع، ما احنا في ضعف بشري. روح بقى خد اي ممارسه روحيه، ممارسات اللي انا قلتها تقومك تاني. انتصر علينا في جوله لكن ما كسبش الحياه. نقع ونقوم، نقع ونقوم. مين بقى اللي يساعدك في الحاجات دي؟ وقفه صلاه حلوه، صوم كده حلو، قداس بصلاه وتناول كده من القلب. الحاجات دي تخلي تخلي الحياه يعني فيها، عارف صدقني لما الواحد فينا بينتصر على الشيطان في خطيه هتديك دفعه حلوه كده. طبعا انا معايا النصره دي ومعايا الانتصار ده، بس ساعات بعمل ايه؟ بشيل ورا ظهري ولا اخبيه واقول يا ابونا اصل الشيطان وحش. الكلمه اللي بنقولها دايما، اصل الشيطان وحش، اصل الشيطان قوي، اصل الشيطان شاطر. لا، المسيح ادانا ان احنا نكون اشطر منه واقوى منه. السلطان ده ما اداهوش للشيطان، اداله قوه في امكانياته، لكن ادانا احنا السلطان عليه بكل امكانياته. ربنا ادينا ان احنا نقدر ننتصر على هذا العدو القوي، عدو الخير، ابو الكذاب، زي ما الكتاب بيقول. لإلهنا المجد دائما ابديا امين.